حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى كده انا صحيت من النوم، قلت بقى هعمل اكل ايه. فامين امبارح مقررين ان هم عايزين فراخ مشوية، فانا طلعت فراخ من التلاجة وسبتها كده لغاية يما فكت. وزي ما انتوا شايفين كده هقطع الفرخة على 8 حتت، حتت صغيرة علشان انا هشويها على الفحم، علشان ما تاخدش معايا وقت خالص. هو المفروض ان انا كنت تبلتها من امبارح، بس بصراحة انا ما تبلتهاش لان احنا في السحور كل واحد بقى عايز اكلة بيقرر هو عايز يفطر ايه بكرة، فبطلع الحاجة من الفريزر. فانا عندي بصراحة فراخ متبلة بس كبيرة، فقلت لا، هعمل الفرختين الصغيرين دول علشان في الشوي مش هياخدوا وقت وهيبقوا حلوين كده. قطعنا الفراخ بتاعتنا اهي، هنقعهم بقى بشوية خل، بشوية ليمون وملح ومعلقة سكر، ورميت فيهم مكعبات تلج كمان وركنتهم. انا بقى معايا هنا بصلاية كبيرة زي ما انتوا شايفين، ومعايا مستردة، ومعايا صويا صوص، ومعايا دبس الرمان، وكده معايا نص ليمونة حطيتها على البصلة، ومعايا التوابل بقى بتاعتي: قرفة، جنزبيل، ورق لوري مطحون، 7 توابل، توم بودر، فلفل اسمر. بس الاول هضرب البصلة كده الاول خالص من غير توابل، هضربها وانا عايمها قوي. الساعة 4 وبعد كده هشويها. ادي بقى التوابل هي ادي كده البصلة بتاعتنا نعمناها زي ما انتوا شايفين، وهحط بقى كده طبعا ده دبس الرمان. طبعا الحاجات دي بتدي نكهة خطيرة للتتبيلة الفراخ. وكمان معايا معلقتين عارفين اللبن السلطة، طبعا هو طعمه ميزز كده شوية، فبرضه هحط عليهم معلقتين. عايزه اقول لكم لبن السلطه ده بيدي طعم ولون للفراخ فظيع. ويا سلام بقى التتبيله دي لو من بالليل كانت هتبقى جميله جدا، بس برضه احنا عاملينها بدري، هتقعد لها 3-4 ساعات اهو، ل5 ساعات كمان، وتتحط على رف التلاجة وهتبقى زي الفل كده. بقى هحط كمان اهو اللبن السلطة بتاعنا، هحط بقى كده المعلقتين دول. ما عندكيش وعندك زبادي حطي، ما عندكيش ده ولا ده مفيش اي مشكلة. كفاية التوابل والحركات اللي احنا حطيناها دي هتغني عن كل حاجة. حطي كده شوية ملح بقى، فلفل اسمر كده تمام. هنقلبهم كويس جدا. ده بقى كده هنحط كمان معلقتين صلصة. الصلصة دي اللي انا عاملاها مش صلصة جاهزة، بس عندي اي بطرمانات صلصة اي حاجة بحطها فيها كده. برضو دي هتطعمني وهتديلي نكهة للفراخ جميلة جدا. ولو عندكم كاتشب حطوا برضو كده. بقى الفراخ بتاعتنا اهي، عايزه اقول لكم لما تنقعوا الفراخ ديت بعد ما تغسلوها كويس جدا، تعملوها في محلول النقع كده وتحطوا لها شويه تلج او ميه متلجه، بتخلي الفراخ مفيش زفاره نهائي. ايوه
نقلبها في التتبيلة كده كويس جدا جدا. دي يا سلام يا روحي كده لو اتعملت يعني قبلها بيوم كانت هتبقى فظيعة. احنا بقى دلوقتي بقى هنعمل البشاميل بتاعة صينية لازانيا. هعمل لكم لازانيا النهاردة فظيعة بطريقة جميلة جدا، وهتطلع معاكم مستوية ودايبة دوب بجد. مش هتقلقوا منها، لان انا في بنوتة قالت لي ان انا عملتها وجيت اقطعها لقيتها ان هي نية من جوه. لا خالص، الطريقة ديت اعملوها بيها جميلة. دي بقى التوابل اللي عندنا. او نسيت اقول لكم ان انا حاطه سماق على الفراخ برضو في تتبيله الفراخ. هنا بقى التتبيله السبع توابل: فلفل اسمر، توم باودر، ملح، فلفل اسمر. معلش انا بس ماسكه الموبايل بايد وبعمل بالايد التانية كده. احنا حمرنا الدقيق بتاعنا، حطينا كده رتل لبن. هي الحقيقه خدت مني رتل ونص لبن. هنفضل بقى كده نقلب لغايه يما برضو تتماسك شويه. اول ما تبتدي تتماسك نطفي عليها، ما نخليهاش تتقل معانا، لازم تكون سايله علشان تسوينا المكرونه. انا بقى هنا اهي. هنا بقى معايا حطيت كوبايه لبن سخنه، وحطيت كوبايه شوربه سخنين جدا مش باردين. انا سخنتهم الاتنين على البوتاجاز. ممكن تحطي لبن وميه، يعني كوبايه لبن وكوبايه ميه. انا عشان كان عندي شوربه فحطيت كوبايه شوربه وحطيت كوبايه لبن. هنحط كده بس لازانيا في قلبيها كده. طبعا احنا قلنا ان هي سخنه جدا، وتحطوا كده. ديت هتسهل لكم وما تقلقوش خالص خالص من المكرونه. هتلاقوها دابت معاكم مجرد ما دخلتوها الفرن. طريقه جميله جدا جدا. احسن ما تسلقوها على البوتاجاز، او احسن ما تحطوها كده على طول في الصينيه. لا، حطوها في ميه بلبن كده، او لبن بشوربه، او لبن بس، زي ما انتوا عايزين. يعني انا بصوا نقعت اهوت برضو مكرونه مع المقرص دي، احط دي فهتلاقوها ابتدت تطرى شويه معايا. طيب هنحطها ممكن على لبن بارد، او لبن وميه، او لبن وشوربه باردين. لا، مش هيبقى ليها اي لازمه، لازم يكونوا سخنين كده. حطينا طبقه، وحطينا اللحمه، وحطينا البشاميل زي ما انتوا شايفين كده، سايل مش تقيل. وهنحط بقى جبن موتزاريلا كده. احنا هنعملها راق وراق، نفس الراق اللي هنعمله زي اللي احنا عملناه اول مره دوت. عايزه اقول لكم طلعت فظيعه فظيعه، معني فظيعه بجد. عيالي كانوا هيتهبلوا على، وكانت صاحبه بنتي كمان عندي النهارده فطرت معايا. عجبتها جدا جدا، بألف هنا وشفا. طلعت بجد سفنجية تحفة بجد تحفة، لدرجة ان هما طلبوها عيالي مني تاني، قالوا لي لازم تعمليها لنا. زي ما انتوا شايفين كده بنطلع من منقوع اللبن وبنرص. بتطرى كده معايا، يعني انتوا يمكن تكونوا شايفين كده بتطرى معايا كده. حطينا البشاميل بتاعنا، وهنحط الجبنه الموتزاريلا برضو من فوق الوش.
ده بقى معايا الكشك اهوت، هنقعه كده بشوية مية لمدة 5 دقايق مش اكتر. ادي بقى كده معايا الحلة اهيت، اصفي المية المغلية ديت. على فكرة الكشك دوت غامق عن اللي انا بجيبه، معرفش ليه. يعني انا ما بجيب الكشك كده، بجيب الكشك كده لونه فاتح جدا، ومجرد ما بحط له اللبن لونه بيفتح قوي كده. انا حطيت سنطانية شوربة وزودت الباقي مية، لان بصراحة ما كانش عندي غيرها شوربة، لكن لو كان عندي شوربة كنت عملته بشوربة وخلاص، ما كنت زودت مية كده. بقى حطيت شوية فلفل اسمر وشوية توابل وشوية ملح، برضو ده ملح فلفل اسمر، وهحطهم بقى كده، ومعايا مكعبين ماجي برضو زي ما انتوا شايفين كده. حطهم بقى كده على البوتاجاز لما يستووا خالص زي ما انتوا شايفين كده، برضو بالهاند بلندر. انا بقى محضره طبعا معلقتين دقيق وركنتهم على جنب. وهنا بقى حمرت البصله، بصلايه كده وسط، وحطيت عليها كده الكشك يا سيدي. هقلبه كده شويه. هاتي لي اللبن بسرعه، هاتي اللبن. عايزه لبن؟ حطيه في الكوبايه بتاعت اللبن. عايزه اقول لكم انا بجيب الكشك فاتح عن دوت، معرفش دوت. انا جبته لقيته عندها غامق النهارده عند الست اللي انا بجيب منها، لان انا بصراحه ما بجيبهوش من اي حد، واحده متعوده عليها بجيبه منها من زمان جدا، بس مش عارفه بصراحه هو ليه غامق المره دي كده. بقى هحط رتل اللبن. انا هبل مش عايزه. حط الفحمايه على النار اللي هي وكده. انا هبل مش عايزه لو سمحت. في تاني؟ وزي ما قلت لكم انا مقلبه معلقتين دقيق بس ياخد غلوه كده بس، ولا غلوتين في اللبن. واللبن دوت انا غلياه قبل ما احطه، لازم طبعا نغلي اللبن الاول. عايزه اقول لكم انا حاطه الفحم اللي انا هشوي عليه الفراخ الاول، بولعه على البوتاجاز، وبعد كده بقى هحطه في الشوايه. والشوايه هحطها قدام باب الشقه بره علشان ما تدخنليش الدنيا. زودت شويه لبن كمان، قلب بقى كده تقليبه مظبوطه. ادي بقى الكشك بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. بيقولوا ايه، شكلته بالدقيق او ربطته بالدقيق. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه. بس برضو انا مستغربه ان هو غامق ليه، مش عارفه بصراحه. لما انا انزل لها واقابلها هسألها ليه الكشك غامق كده. الاول كنت بعمله ابيض فاتح قوي لون الطبق كده، مش عارفه. بس عايزه اقول لكم ريحته فظيعه. انا قلت تغيير من الاكل بقى، من روتين الطبيخ والحاجات ديت، فقلنا نعمل لازانيا النهارده ونعمل كشك وفراخ مشويه. وده بقى شويه بصل كده من فوق الوش كده، تمام قوي. ادي بقى الفراخ بتاعتنا اهيت على الشوايه زي ما انتوا شايفين، خلاص قربت. عايزه اقول لكم كده خلاص المغرب فاضل له تقريبا 10 دقايق. انا خلصت كل حاجه ودخلت كملت نوم، وبعد كده صحيت حضرت الاكل. بصوا لازانيا طالعه ايه، ملبل بجد فظيعه.
ادي بقى سفرتنا، ده فطارنا النهارده. بسم الله ما شاء الله، الحاجة طلعت زي الفل. بصوا دايبة دوب، بسم الله ما شاء الله. النهارده سفرة الأكل جميلة بألف هنا وشفا لكل اللي هيفطر. والسلام عليكم ورحمة الله.